دايما في كل فصل بتلاقي طالب طيب شوية كده وفي حاله، وتلاقي في طلاب تانيين عاملينه مسخرتهم، يتنمروا عليه، يستهزئوا بيه، ممكن عشان بينطق حرف معين بطريقة غريبة، ممكن عشان في شيء معين غريب في شكله، ممكن كمان عشان اسمه مختلف شوية أو لأي سبب. الحاجات دي بقى بتعدي ايه بسهولة، والمتنمر او اللي بيسخر بيروح البيت ينام وينساها. لكن اللي ما يعرفوش انها عند ربنا مش بتعدي خالص. هحكي لك قصة لذيذة. عارف سيدنا ابو ذر الغفاري؟ لا ما تعرفوش، حتى لو عارف اسمه بس انت مش عارف مكانته في الاسلام عاملة ازاي. سيدنا ابو ذر ده اللي قال فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر. وقال فيه برضو: يرحم الله أبا ذر، يعيش وحده ويموت وحده ويحشر وحده. فده واحد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أصدق الناس وبأنه مرحوم. مرة بقى سيدي حصل بين سيدنا أبو ذر ده وسيدنا بلال بن رباح الحبشي خلاف، فأبو ذر غضب فقال له: حتى أنت يا ابن السوداء تخطئني، عشان سيدنا بلال كان لونه أسمر أسود. فسيدنا بلال تألم من الكلمة وقال لسيدنا أبي ذر: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علم بالموضوع ده تغير وجهه وقال: يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرئ فيك جاهلية. فبكى أبو ذر وقال: يا رسول الله استغفر لي. ثم خرج من المسجد باكيا وأتى إلى بلال واضعا خده على التراب وقال: والله يا بلال لا أرفع خدي عن التراب حتى تطأه برجلك، أنت الكريم وأنا المهان. فسيدنا بلال بكى واقترب من أبي ذر وقبل خده وقال: والله لا أطأ وجها سجد لله سجدة واحدة. وبعدين تعانقا وبكيا. شوف أبو ذر رغم مكانته عند الله ورسوله، النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب منه وقال له: إنك امرئ فيك جاهلية. ليه؟ لأنه قال لسيدنا بلال: يا ابن السوداء. وابو ذر رغم مكانته عرف ان اللي عمله مع سيدنا بلال ده شيء كبير جدا ممكن يحبط العمل، فلذلك حط خده على الارض عشان يؤدب نفسه وما يكررش اللي عمله ده تاني ويسترضي سيدنا بلال. وشوف قلب سيدنا بلال الجميل النظيف الطاهر اللي عفى عنه. طب ده ابو ذر اللي شهد له النبي صلى الله عليه واله وسلم واللي كان طويل العباده وشديد الزهد والورع، خاف من الفعل ده. احنا بقى المساكين لما نسخر من الناس ونتريق عليهم وما عندناش لا عباده ابي ذر ولا زهد أبي ذر ولا تشاهد لنا من النبي صلى الله عليه وسلم زي أبو ذر، المفروض نخاف من ده ازاي؟ خلي بالك، اوعى تسخر من زميلك أو تتنمر عليه حتى لو ده كان بالنسبة لك مضحك أو ممتع، لأن وقتها ينطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك امرئ فيك جاهلية.